واحد بيقول لي انا اشتريت شقه في الشروق من 3 سنين بمليون جنيه كاش، وكان سعر الدولار ساعتها 18 جنيه، يعني دفعت 55 الف دولار. سعرها دلوقتي 2 مليون ونص، يعني بسعر الدولار النهارده عامله 40 الف دولار. يعني انا كده خسرت وكنت شلتهم دولار احسن. هقول لك برضو، انت لو من 3 سنين كنت اشتريت بنفس المليون جنيه دي شقه في ستون ريزيدنس مثلا، وده كان سعر الشقه ال 140 متر ساعتها، دلوقتي سعرها 4 مليون وانت طالع، يعني بسعر الدولار النهارده 65 الف دولار. وطبعا لو كنت اشتريتها تقسيط كنت كمان هتكسب اكتر. طب ايه الفرق هنا بقى؟ الفرق في كذا حاجه. اولهم حجم الطلب على اللوكيشن، كم واحد عايز يشتري في الشروق وكم واحد عايز يشتري في المنطقه دي في التجمع. العقارات مش سلعه واحده ومش كلها بتزيد بنفس النسبه. طب اصدمك بقى، انت ممكن في نفس المشروع حاجات تزيد اكتر من حاجات بسبب بس مكانها في المشروع. يعني ممكن مثلا تبقى شاري محل في الدور الاول في مول بس مكانه حلو والناس كلها بتعدي عليه، بعد سنه تلاقي سعره زاد 100%. وتلاقي واحد تاني شاري محل في نفس المول في الدور الارضي بس في حته متطرفه مش كل الناس بتعدي عليه، تلاقيه بعد سنه زاد 50%، بالرغم اللي كان شاري المحل الدور الارضي ده كان شاريه اغلى منك عشان كان في الدور الارضي. طب بلاش ده، ممكن بس المساحه تفرق في زياده السعر. يعني مثلا شركه بتبيع في نفس الكومباوند الشقه الغرفتين مساحتها 130 متر والشقه الثلاث غرف مساحتها 148 متر، فتلاقي اوتوماتيك كده ال 148 بتتباع اكتر من ال 130 وسعرها بيزيد اكتر من 130، عشان كله بيقول انا اخد الثلاث اوض احسن من الاوضتين والفرق بينهم مش كبير، بالرغم ان الاثنين في نفس الكومباوند والاثنين على نفس الفيو. وفي غير كده حاجات كتير، وانا اديت لكم امثله عليها في فيديو اسمه غرائب العقارات في مصر، زي الشقه اللي في ديستريكت 5 اللي كانت ب 2 مليون من 3 سنين ودلوقتي في الشركه ب 12 مليون جنيه. محلات في العاصمه الاداريه كانت ب 3 مليون جنيه دلوقتي سعرها معدي ال 14 مليون جنيه، ودي كمان لسه ما اشتغلتش. الخلاصه انك لازم تبقى واخد بالك من كل الحاجات دي وانت بتشتري، او على الاقل استشير حد يكون فاهم في العقارات وانت بتشتري، عشان ما تجيش تقول انا العقار بتاعي ما بيزيدش ليه. ولو بتفكر تشتري عقار ومحتاج تتاكد من قرارك، ابعت لي رساله وانا هرد عليك. وما تنساش تعمل لي فولو عشان المعلومات اللي زي دي مش كل الناس هتقولها.